بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بإذن الله النهاردة معايا وصفة سهلة وبسيطة خالص، ما فيهاش اي مجهود ولا اي تعب. وصفتنا النهاردة هي بسبوسة زي المحلات بالظبط. البسبوسة اللي هنعملها زي بتاعة المحلات بالظبط. قبل ما ابدأ الوصفة هقول الدعاء: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. امين يا رب العالمين. معايا ايه الوصفه؟ معايا 3 كوبايات دقيق بسبوسه زي ما انتم شايفين كده بدون اي اضافات، ومعايا كوبايه الا ربع سمنه او زبده زي ما انت عايزه، ومعانا كوبايه زبادي صغيره مش كبيره، كوبايه زبادي، ومعانا كوبايه وربع لبن مغلي. هحط اللبن المغلي على الزبده بتاعتي، وانتظر دقيقة كده لغاية لما واحط عليهم الزبادي واقلبها كويس جدا، وبعد كده هنزل عليهم بدقيق البسبوسة بتاعي. بقلب الزبدة مع اللبن عشان تسيح في اللبن المغلي زي ما انتوا شايفين كده. هتسيح معاكي اهي، بتسيح اهي عشان اللبن طبعا سخن ومغلي. التركة هنا يا جماعة، التركة بتاعت البسبوسة بتاعتي في حتة اللبن المغلي اللي نزلت على السمنة او الزبدة بيه وسايباه اهو لغاية لما يسيح معايا خالص والسمنة تسيح خالص كده. بيتهيألي ساحة السمنة بتاعتي، وزي ما انتوا شايفين كده القوام بتاعها. هنزل عليها بدقيق البسبوسة بتاعي. كمل الزبادي. ادي دقيق البسبوسة بتاعي اهو، هنزل عليه زي ما انتوا شايفين كده، وهحط رشة فانيليا، شوية فانيليا اهو، شوية فانيليا، وهحط قيمة نص معلقة بيكنج باودر، ما تكتريش، هي نص معلقة بالظبط. وهقلب كويس جدا الخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. مفيش اي حاجة ولا اسهل من كده ولا اسرع من كده. بسبوسة هتعمليها في 3 دقايق وهتديكي النتيجة فوق الروعة. هتنبسطي من النتيجة وهتنبهري منها جدا. حضرتك مش هتحطي ايديكي فيها، هي شغالة زي ما هي كده بالطريقة اللي انت شايفاها دي. اي تكتلات خديها بالمعلقة كده. هتقولي لي البسبوسة بتاعتي سايلة، هقولك هي القوام بتاعها ما بيكونش ماسك ولا جاف. طب انا عايزة البسبوسة بتاعتي مرملة وفي نفس الوقت القطعة متماسكة، ما هياش سايلة. هنعمل ايه؟ التركة التانية، احنا قلنا تركة اللبن المغلي. التركة التانية معلقتين الدقيق، هضيف لها معلقتين دقيق. هنضيف لها معلقتين دقيق، ادي معلقة وادي معلقة. هي دي التركة التانية اللي انا كنت عايزاكي تعرفيها. يبقى انت كده خلاص معاكي البسبوسة بتاعتك كده. هنقلبها كويس، هتطلع البسبوسة بتاعتك مرملة ومحببة وفي منتهى الجمال، وهتنبسطي من الوصفة وهتنبهري بيها. طبعا انا مولعة على العسل عشان عايزة العسل يخلص قبل ما ادخل البسبوسة في الفرن. العسل بتاعي عبارة عن ايه؟ كوباية سكر وكوباية سمنة، كوباية سكر وكوباية مية، لا مؤاخذة، كوباية سكر وكوباية مية. انا قلبت كده البسبوسة بتاعتي تقليبة كويسة جدا ومتماسكة اهي زي ما انت شايفة كده، طلعت في منتهى الجمال. تالت تركة بقى، هنضيف معلقتين سكر. معلقتين سكر، ادي معلقة وادي معلقة كده. انا ضفت معلقتين السكر كاملين بتوعي.
طب هتقولي لي السكر ليه بقى؟ عشان يدي طراوة للعجينة. لو انت عندك عسل جلوكوز حطي معلقة صغيرة، ما عندكيش معلقتين السكر هيدوكي نفس النتيجة. بس انا بقولك المتوفر ليكي والاسهل هي معلقة عسل الجلوكوز ممتازة بتظبط البسبوسة، بس انا عايزة حاجة متوفرة في البيت، مش عايزة حاجة صعبة، وفي نفس الوقت عايزة نتيجة بسبوسة ممتازة. كده خلاص انا جبت الصينية بتاعتي اهي مدهونة سمنة او زبدة، وهنزل بالعجين بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. العجين سايل ما تقلقيش خالص، مفيش اي مشكلة. وهدخله على فرن يكون سخن على درجة حرارة 200، واسيبها بالظبط نص ساعة، هتطلع معايا محمرة وممتازة ان شاء الله. بصي بقى معايا التركة المهمة كمان، قبل ما تظبطي الصينية بتاعتك كده واديها خبطتين كده، ودخليها الفرن على درجة حرارة 200، ولما تطلع هنسقيها بالعسل. انا بحط بقى السوداني بتاعي اللي هو المطحون مجروش نص جرشه كده الاول قبل ما احط العسل. انا طلعتها من الفرن اهي وممتازه جدا وحاجه في منتهى الجمال والروعه. هسقيها بقى العسل بتاعي، هي طبعا سخنه، هسقيها العسل بتاعي كده واحده واحده. بسم الله. اظبط لها العسل بتاعها. العسل بقى انا حاطه ايه؟ كوبايه سكر، كوبايه ميه، وفانيليا، ورشه قرفه، وشرايح من قشور البرتقال، وطبعا نص ليمونه. العسل اهو، اهم حاجه تتاكدي ان هي اتسقت كلها، ما يبقاش جزء فيه وجزء مفهوش. زي ما انتوا شايفين كده، وادي البسبوسه بتاعتي، ولا اروع ولا اجمل من كده. سقيناها بقى العسل، وبسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين البسبوسه مفيش اروع من كده اهي يا جماعه، في منتهى الجمال والروعه، مستويه ومظبوطه ومرمله، وهتعجبكم جدا ان شاء الله. تعجبكم الوصفه اعملوا لي اعجاب، لايك، اهم حاجه اللايكات، عايزه لايكات كتير يا جماعه، وفعلوا الجرس واشتركوا في القناه اللي ما اشتركش يشترك، واكتبوا لي الكومنتات اللي انتوا عاوزينها. سواء اي كومنتات انا بتقبل كل شيء زي ما اتفقنا، واهم حاجه تقولوا لي انتوا طلباتكم ايه في الوصفه الجايه ان شاء الله، ويا ريت تشيروا الفيديو لو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.